السلام عليكم، ازيكم شباب؟ في فكرة موجودة في أغلب مواقع التجارة الإلكترونية اللي هي فكرة الفيفوريت برودكت من اسمها كده المنتجات المفضلة. موجودة في الموقع بتاعي في صورة صفحة HTML أو في صورة لستة بيبدأ إن هو يتحط فيها المنتجات بتاعتي المفضلة. والمنتجات المفضلة دي بتكون المنتجات اللي بتعجب المستخدم. المستخدم بيبدأ إن هو يسكرول في الموقع بتاعي فبيشوف أكتر من منتج، شاف مثلا منتجين منهم. المنتجين دول مش مطلوب منه إن هو يشتريهم دلوقتي، لا يقدر إن هو مثلا يحجزهم زي ما بنقول بالبلدي كده يحجزهم. طب يحجزهم إزاي؟ إن هو يضيفهم في المفضلة. فالمنتجين دول بيعجبوا المستخدم كده. المنتجين دول هيتحفظوا فين؟ هيتحفظوا في الليستة بتاعة الفيفوريت برودكت أو في صفحة الفيفوريت برودكت. ليه؟ لأن أنا لسه قايل لك من شوية إن صفحة الفيفوريت برودكت دي بيتحفظ فيها المنتجات اللي بتعجب المستخدم. طب جميل قوي. طب إيه الفرق ما بينها وما بين الشوبنج كارت؟ الفرق ما بين الاتنين اللي فكرة الفيفوريت برودكت أنت بس بتحط فيها المنتجات اللي بتعجب المستخدم، بتحفظ فيها المنتجات اللي بتعجب بس المستخدم. يعني مفيش فيها عملية شراء، صح كده؟ بالظبط كده. طب الشوبنج كارد هي بيتحط فيها المنتجات اللي المستخدم هيشتريها، اللي فعلا اللي هيتم فيها عملية الشراء، لأن صفحة شوبنج كارد فعلا دي أول عملية بيتم فيها عملية الشراء، اللي هو حساب التوتال بتاع المنتجات اللي موجودة، عشان خاطر يبدأ المستخدم إن هو يشتري المنتجات دي. بس كده. فهي دي بكل بساطة بس فكرة الفيفوريت برودكت. يبقى فكرة الفيفوريت برودكت دي بيتحط فيها المنتجات اللي بتعجب المستخدم. من الميثودز اللي انا هستخدمها في تنفيذ فكرة الفيفوريت برودكت، اول ميثود معانا هي الصم. وميثود الصم بتقبل منك كونديشن وبترجع لك بوليان فاليو، يعني يا اما ترو يا اما فولس. طب القاعدة بتاعة الصم، م- اسم اصلا الصم هي بعض من العناصر. الصم بتعدي على عناصر الاري عنصر عنصر، وبتشوف هل في بعض من العناصر بتتحقق من الشرط ده ولا لا. هل في بعض من العناصر، بقول لك بعض مش كل العناصر بتاعت الاري. يعني معنى كلامك ان هو مثلا لما يجي يتشيك من الاري، لو لقى عنصر معين قبله في وشه كده بترو، هيرجع لك نتيجة بترو على طول من غير ما يدخل باقي العنصرين في الكونديشن اصلا. طب مثلا في حالة الفولس، او مثلا في حالة الفولس اصلا بيعمل ايه؟ انا كده في حالة الترو. طب في حالة الفولس بقى بيجيب النتيجة بتاعت الفولس دي امتى؟ لما يبدأ ان هو يتشيك على كل العناصر اللي في الاري، يبدأ يتشيك كله رجع فولس، في الاخر هيرجع لك النتيجة في فولس. يعني ما بيجيبش فولس على طول من اول مثلا ما بيقابل مثلا عنصر في وشه كده بفولس، لا، لازم الاول يتشيك على كل العناصر. ده عكس الترو. الترو كان بيعمل ايه؟ الترو لو قابل عنصر في وشه بالترو بيوقف الشرط كله وبيرجع لك ترو على طول. تمام. يبقى الصم بكل بساطة هي array ميثود بتعدي على عناصر الاري عنصر عنصر، وتشوف هل في عنصر واحد على الأقل يحقق الشرط ده ولا لا. لو لقيت عنصر بيحقق الشرط توقف على طول وترجع لك ايه؟ ترو. طب لو خلصت الاري وما فيش عنصر بيحقق الشرط ترجع لك ايه؟ ترجع لك فولس. انا هنا مثلا عندي اري فيها 3 اوبجكت. انا عايز بكل بساطة يشوف هل في بعض من العناصر الكاتيجوري بتاعتها بتساوي كيك ولا لا. هل في بعض من العناصر الكاتيجوري بتاعتها بتساوي كيك ولا لا. هستخدم ايه؟ هستخدم يا باشا الصم. تمام، هستخدم الصم بتقبل منك كونديشن. ادي الكونديشن بقول فيه ايه؟ ان انت هتمسك عنصر عنصر وتبدا ان انت تشوف هل الكاتيجوري بتاعته بتساوي كيك ولا لا. يمسك اول عنصر يدخلها الكونديشن. هل يا باشا انت الاوبجكت ده، هل الكاتيجوري بتاعتك بتساوي كيك؟ ايوه بتساوي كيك. هيعمل ايه؟ كده هرجع ترو اهو، لان فعلا الكاتيجوري بتساوي كيك. هيعمل ايه؟ هيوقف يا باشا الشرط ويرجع لك ترو. زي ما قلت ان هو لو لقى عنصر بيحقق الشرط يوقف على طول ويرجع لك ايه؟ يرجع لك ترو. وهو ده بكل بساطة الصم. تعال اديك مثال بسيط على الصم، واقرب لك المثال ده بفكرة الفيفوريت برودكت. هيكون عندي اري بالشكل ده فيها مجموعة من الاوبجكت. ادي اي دي واحد، تايتل
برودكت واحد، ومثلا الكاتيجوري كيك بالشكل ده. هناخد الاوبجكت ده كده كوبي بيست بالشكل ده، وهنا الاي دي مختلف دي 2، والبرودكت 2، وهنا الكاتيجوري مثلا سالاد، وهنا اي دي 3، والبرودكت 3، والكاتيجوري سالاد. انا مثلا عايز اعمل لوجيك معين في الصفحه بتاعتي، في حاله ان هو مثلا لقى ان في اوبجكت الكاتيجوري بتاعته كيك، هيعمل ايه؟ يبدا مثلا هو يطبع لي مثلا رساله في الكونسول. طب هيتشيك ازاي؟ هيتشيك عن طريق الصم. طب الصم بتعمل ايه؟ الصم بتشوف هل في عنصر واحد على الاقل هيتحقق من الشرط ده ولا لا. طب ايه العنصر؟ والله انا هقول له هنا if condition، ادي الاري. الاف كونديشن طبعا هيتحقق امتى؟ في حاله ان لو الكونديشن اللي هو اصلا بتاع الصم ده رجع فعلا ترو. تمام، فهنا اقول له ادي الاري دوت صم، ادي الصم. فين الكونديشن بتاعك؟ الكونديشن بتاعك هقول له ادي الاي ال اي، هل في بعض من العناصر الكاتيجوري بتاعتها بيساوي كيك؟ يعني انت هتدور في الاري، هتشوف هل في عناصر فعلا الكاتيجوري بتاعتها بيساوي كيك ولا لا. لو في، ايه اللي هيحصل؟ هيرجع لي ترو ويطبع لي هنا رسالة فين؟ في الكونسول. طب تعالى كده نشوف النتيجة. تعالى كده نشوف الانسبكت. رجع ايه؟ رجع فعلا هلو في الكونسول. طب في حالة مثلا ان هو ما لقاش مثلا الكاتيجوري اللي هو اسمه كيك، مثلا لقى مثلا هنا مثلا غيرتها لسلطة تاني، سلطة تاني، ايه اللي هيحصل؟ تعالى كده نعمل سيف ونشوف ايه اللي هيحصل. مش هحقق اصلا الكونديشن بتاع الاف كونديشن. ليه؟ لان اصبح الصم النتيجة بتاعتها بفولس، وهنا المفروض الاف كونديشن يتحقق امتى؟ لما يكون بترو. لما يكون بترو هيطبع لي فعلا في الكونسول ايه؟ هلو. بس كده. تاني ميثود معايا هي الافري، ودي بتقبل مني كونديشن وبترجع لي بوليان فاليو، يا اما ترو يا اما فولس. نفس الكلام اللي موجود في الصم. السنتكس بتاع الافري والصم واحد، بس الفرق في القاعده. القاعده نفسها مختلفه. قاعده الافري بتقول لك ان انا هحقق لك الشرط امتى. الشرط بتاعك هيبقى ترو امتى؟ في حاله ان كل العناصر بتاعه الاري متحققه من الشرط. شايف بقول لك ايه؟ كل العناصر بتاعه الاري متحققه من الشرط. طب هرجع لك فولس امتى؟ هرجع لك فولس في حاله واحده بس. لو انا لقيت عنصر واحد بس مش متحقق من الشرط هرجع لك فولس. ايه ده؟ يعني في الافري لازم العناصر كلها تكون بترو عشان خاطر الشرط بتاعي يكون ترو؟ اه بالظبط. عكس الصم. الصم لما بتقابل عنصر واحد بس على الاقل بترو، بتعمل ايه؟ بتوقف الشرط على طول، بترجع لك ترو، بالرغم ان في عندك عنصرين اصلا ما دخلوش الشرط. فهو ده الفرق ما بين الصم وما بين الافري. يبقى في الافري دي array ميثود بتحقق لو كل عناصر الاري هتتحقق الشرط ده. طيب لو كل العناصر اتحققت من الشرط بترجع لك ايه؟ بترجع لك ترو. طب لو عنصر واحد بس مش محقق الشرط هترجع لك ايه؟ هترجع لك فولس. طب اديني مثال. هنا انا عندي array فيها 3 اوبجكت، كل اوبجكت انا عايز اتحقق من الكاتيجوري. هل في هل العناصر بتاعت الاري اللي موجوده قدامي دي كل العناصر اللي فيها الكاتيجوري بتاعتها بتساوي كيك ولا لا؟ طب اكتب الشرط بتاعك، اقول له ele دوت كاتيجوري بتساوي كيك. هل العناصر الموجوده في الاري دي بتساوي كيك ولا لا؟ هيمسك اول عنصر، هيخش الكونديشن. هل الكاتيجوري بتاعتك بتساوي كيك؟ اه تمام كويس. طيب خش على اللي بعده. هل الكاتيجوري بتساوي سلطه؟ لا. اول ما بيلاقي دي فولس بيرجع لك ايه؟ فولس على طول. ما بيتشكش بقى من اللي بعده. ليه؟ لان هو اصلا لقى خلاص ان في عندك كونديشن او عنصر واحد بس بفولس، بيرجع لك ايه؟ بيرجع لك فولس على طول. لازم عشان خاطر يرجع لك ترو في الافري لازم كل العناصر تكون بترو. تمام. طيب جميل. تعال اديك مثال بسيط باستخدام ميثود الافري. هنا هغير الكاتيجوري لبرايس. نفس الكلام هيكون هنا
بس الفرق هنا البرايس هيتغير ل 200 مرة ب200، وهنا مرة ب400، وهنا مرة ب600. طيب، عايز اتشيك على كل العناصر بتاعة الاري واشوف هل البرايس هيكون اقل من ال500 ولا لا. طب تعالى نشوف. هنا هستخدم ايه؟ هستخدم يا باشا الافري. ليه قلت هستخدم الافري ما استخدمتش الصم؟ لان الفرق ما بين الاتنين ان الافري لو في عنصر واحد بس مش متحقق من الشرط هيرجع لي فولس. انا عايز من خلال الشرط بتاعي تكون كل العناصر الموجوده في الاري دي البرايس بتاعتها فعلا تكون اقل من ال 500. يعني ما فيش عنصر واحد بس ما يتحققش من الشرط. عايز كل العناصر تكون محقق الشرط بتاعي عشان خاطر يرجع لي ترو. فهستخدم ايه؟ هستخدم الافري. طب جميل. هنا هقول له هنا بدل الكاتيجوري هتكون برايس، وهنا اقل من بالشكل ده. اقل من ايه؟ اقل من ال 500. هل في عناصر اقل من ال 500 في الاري دي؟ في عنصر واحد اهو. فايه اللي يحصل؟ اللي يحصل ان هو هيرجع لي فولس، يعني مش هيطبع لي هلو في الكونسول. طب تعالى كده نشوف. نعمل سيف الاول، وتعالى كده نشوف ايه اللي حصل. ما طبعليش حاجه في الكونسول. طب ليه؟ عشان خاطر في عنصر واحد ما اتحققش من الشرط، وانا قلت لك في شرط بتاع الافري ايه اللي يحصل. عشان خاطر يطلع لي ترو لازم كل العناصر تكون فعلا محققه من الشرط عشان خاطر يرجع لي ترو. طب جميل. هنا مثلا هغير الكلام ده لمثلا 300. ايه اللي يحصل ساعتها؟ فعلا كل العناصر مرجعه ترو، فايه اللي يحصل؟ هيرجع لي هلو في الكونسول. طب انا مثلا لو سبتها 600 بالشكل ده، وغيرت الكونسبت من every ل sum، كده القاعده بقى هتختلف. ليه؟ لان السم مش محتاجه ان كل العناصر تكون محققه من الشرط عشان خاطر يرجع لي ترو. امال ايه؟ لو في عنصر واحد بس على الاقل متحقق من الشرط هيرجع لي ساعتها ترو. وهيعمل ايه؟ هيسكيب، هيوقف الشرط على طول، يعني هيوقف استخدام الكونديشن على طول وهيرجع لي ترو. طب تعالى كده نشوف ايه اللي حصل. هرجع لي هلو. ليه؟ لان حرفيا شاف دخل اول عنصر في الاري، بيمسك عنصر عنصر في الاري، هيدخل اول عنصر في الكونديشن. تمام. ايه اللي يحصل؟ هيشوف هل البرايس بتاعته اقل من ال 500. اقل من ال 500. هيعمل ايه؟ هيوقف على طول الباقي، يعني مش هيدخل التو اوبجكت دول، مش هيدخلهم في الشرط. ليه؟ لان لقى اول شرط متحقق من الشرط اصلا متحقق خلاص ورجع لي ترو. خلاص هيرجع لي النتيجه بترو على طول وهيطبع لي هلو في الكونسول. هو ده الفرق ما بين السم والافري. تعال نطبق فكره الفيفورite برودكت في الموقع بتاعنا. هفتح صفحه الاندكس.html. هلاقي ان انا عندي فيه element اسمه article مديله ID section favorite. قلت لك في فكره الفيفورite برودكت ان هي بتكون في الموقع بتاعك في صوره صفحه HTML عاديه جدا زي الشوبنج كارت، ويا اما بتكون عباره عن سيكشن او لستة بيتحط فيها المنتجات المفضله بتاعه المستخدم. يعني يا اما عباره عن لستة يا اما صفحه HTML. انا هنا في الموقع بتاعي وهي عباره عن لستة. يعني ايه عباره عن لستة بالشكل ده؟ لو جيت فتحت الموقع كده هلاقي ان فكره الفيفورite برودكت بكل بساطه بتجيبها منين. لما بتدوس على الايكون دي بتبدا ان هي تفتح لك لستة بالشكل ده. الليسته دي بتتملي بالمنتجات اللي بتعجب المستخدم. فهي دي بكل بساطه الفكره بتاعت الفيفورite برودكت. طب جميل. طيب المستخدم يبدأ يعمل ايه عشان خاطر ينفذ فكرة الفيفورite برودكت؟ انا بكل بساطة هخش على صفحة الفيتش ديشز. طب صفحة الفيتش ديشز دي بتاعت ايه؟ دي اللي بيبدأ ان المنتجات بتاعتي تتهندل في صفحة الاندكس.html وتتعرض بالشكل ده. انا بكل بساطة عايز لما المستخدم يبدأ ان هو يشوف البرودكت يبدأ ان هو لما يدوس على باتون بتاع الفيفوريت يبدأ ان هو يتضاف فين؟ في الفيفوريت ليست. طب جميل. طب هيعمل الكلام ده ازاي؟ هيعمله كده بالسحر ولا لازم ان انا اديله حاجة؟ اديله ايه؟ بكل بساطة هيكون عندنا باتون. الباتون ده بتاع الفيفوريت، لما المستخدم يبدأ ان هو يدوس عليه يبدأ ان هو يتحول لونه للباك جراوند ريد. تمام. فهيبدأ ان هو يتضاف هنا بالشكل ده. وكمان هديله صلاحية ان هو لما يدوس على الباتون ده تاني يبدأ ان هو يحذف لي البرودكت ده منين؟ من الفيفوريت ليست.
وبرضه هديله برضه صلاحيه في ان هو يقدر ان هو يحذف برضه من الفيفوريت ليست نفسها البرودكت، او يعمل كلير للبرودكتس كلها. تمام. طيب كل ده هنعمله مع بعض. نبدأ الأول في إن إحنا لما نيجي ندوس على الباتون دي يبدأ إن هو يغير لي الباك جراوند. تمام. طيب أنا هنا في عندي ديفاية جوه طبعا عندي ديفاية اللي هي بتاعت الفيفوريت، فيها حاجتين، فيها تو باتون. باتون الريموف اللي هو الباك اللي هو من غير باك جراوند أصلا، وباتون الاد فيفوريت اللي هو هيكون بباك جراوند ريد. خلاص. انا عايز لما اجي ادوس على الريموف يبدا ان هو يظهر لي الاد فيفوريت، طب لما اجي ادوس على الاد فيفوريت يخفي لي الريموف، وهكذا، او يظهر لي الريموف ويخفي لي الاد فيفوريت. طب جميل. تعالى نعمل الكلام ده. هننزل تحت، هنبدا ان احنا بقى نعمل ايفنت على التو باتونز. على التو باتونز هو ايفنت الكليك الاول، بس هنبدا ان احنا نعمل سيلكت على التو باتونز. هنا هقول له ريموف باتونز بتساوي ادي الدوكيمنت دوت كويري سيلكتور اول، عشان انا عايز اختار كل الباتونز اللي موجوده في كل البرودكتس. طب اسمه ايه؟ اسمه ريموف فيفوريت. نبدا ان احنا ناخد الاسم ده كده كوبي وننزل تحت. ده عشان خاطر كلاس، فاقول له ايه؟ دوت واسم الكلاس. نفس الكلام هيبقى في الاد باتونز، هنا اد بالشكل ده، وهنا الريموف هيكون اد بالشكل ده. طيب اول حاجه محتاج ان انا اعمل ايفنت كليك على مين؟ على الريموف باتونز، لان هو ده اللي ظهر قدامي، فلما ادوس عليه يبدا ان هو يخفهولي ويظهر لي مين؟ الاد باتونز. طبعا دي عباره عن اري، فاقول له for each remove button بالشكل ده. وفي حاجه كده صغيره محتاجك ان انت تعرفها، ان هنا في الفور اتش اقدر ان انا اديله صلاحيه في ان انا اوصيله الاندكس. طب الاندكس ده هحتاجه في ايه؟ بكل بساطه هحتاجه في ان انا مثلا لو هعمل لو هعمل لوبينج برضو على اري تانية موجوده عندي. لو انت عملت فور لوب فور ايتش على اري موجوده عندك، وفي اري تانية عايز تعمل عليها لوب، تقدر ان انت تعمل لوبينج جوه بعض. طب ازاي؟ عن طريق ان انت هتبصيله الاري دي بالشكل ده، ادي اري. طب دي اري هتعمل لوبينج ازاي؟ هتقول له اوف الاندكس اللي انت لسه اصلا حاطه هنا بالشكل ده. تعالى كده نجرب ونشوف ايه اللي حصل. جاب لي كل الاليمنتس اللي موجوده اللي عليها كلاس ايه؟ اد فيفوريت. خلاص كده. طب جميل. حلو. فهاخد نفس الكلام اللي انا عملته ده، هحطه في متغير let اسمه مثلا add button. تمام. طيب بعد كده هبدأ ان انا بقى اعمل الايفنت الكليك على الريموف باتون عادي. ادي دوت اد ايفنت listener، الايفنت اللي هو اسمه كليك. وبعد كده محتاج انك لما تعمل ايفنت الكليك على الريموف باتونز ايه اللي يحصل؟ اللي يحصل ان انا الاليمنت ده المفروض ان انا اخفيه ازاي؟ هقول له كلاس ليست دوت اد ايه، وفي كلاس اسمه ريموف بالشكل ده. ده الكلاس المسؤول عن اخفاء الايه؟ الباتون ده. طيب في حالة الاد باتون دوت كلاس ليست دوت اد دوت اد ايه، المفروض ان انا اقول له هنا اد اني هيظهر لي الباتون ده اللي هو بتاع الاد باتون امتى؟ لما اضيف كلاس الاد. طيب جميل. تعالى كده نشوف. هدوس كليك، ايه اللي حصل؟ فعلا خفالي الريموف فيفوريت وظهر لي الاد فيفوريت بالشكل ده. طيب محتاج لما تيجي ادوس على الاد فيفوريت بقى دلوقتي يبدا ان هو يشيل الاد فيفوريت ويضيف لي الريموف فيفوريت. هعمل الكلام ده ازاي؟ بنفس الكونسبت، مش هيتغير. هاخد نفس الكلام ده كده بالشكل ده،
هنا هيكون اسمه الاد باتون، تعمل ايفنت على الاد باتون. ادي الاد باتون بالشكل ده. في حاله الايفنت على الاد باتون، ايه اللي يحصل؟ المفروض ان الريموف باتون يبدا ان هو يتضاف، فانا هنا هحذف الكلاس اللي هو مسؤول عن ان هو بيخفي الباتون بتاع الريموف، انا كده حذفته. فكده اصبح الكلاس ده ايه، الاليمنت ده ايه، هيظهر معايا. طب انا عايز اخفي الاد، هخفي الاد يعني هقول له ريموف للكلاس المسؤول عن اظهار الاليمنت ده بالشكل ده. فتعالى كده نشوف اهو، فعلا بيضيف ويحذف في نفس الوقت. الخطوة اللي بعد كده هو ان انا عايز اضيف المنتجات المفضلة بتاعتي في الفيفوريت ليست. طب هضيفها في الفيفوريت ليست ازاي؟ عن طريق اللوكال ستورج. نفس الكلام اللي انا عملته في الشوبنج كارد هو نفس الكلام اللي احنا هنعمله في الفيفوريت برودكت. احنا بكل بساطة في حالة الشوبنج كارد، لما اجي ادوس على الاد تو كارد، يبدأ ان هو ياخد البيانات دي، يبدأ ان هو يخزنها في اللوكال ستورج. فبالتالي لما اجي اروح على صفحة الشوبنج كارد اهندل بس الداتا اللي اتخزنت فين، في اللوكال ستورج. طب جميل، ومش محتاج ان انا اقول لك طبعا لما اجي ادوس على الاد تو كارد ازاي يبدأ ان هو يخزن لي البرودكت ده بس، واخش على اللوكال ستورج الاقي فعلا البرودكت نفسه اللي انا كنت دايس عليه، كنت دايس على الباتون الخاص بيه. ازاي اعمل الكلام ده؟ عن طريق الاي دي. كنت بربط الاد تو كارد بالاي دي اللي هو اصلا جوه الاوبجكت نفسه الحالي. خلاص، لان كل برودكت عندي معروض هنا هو اصلا في الاساس هو عباره عن اوبجكت، كلها اصلا عباره عن داتا جايه منين، من جيسون باين. خلاص، فمش محتاج اقول لك الكلام ده. طب تعالى بقى نعمل الكلام ده عملي. هبدا ان انا اعمل فايل جي اس. الفايل ده اسمه favorite products.js، وهعمل function اسمها favorite products بالشكل ده. وبعد كده هعمل function تانية save favorite products in local storage بالشكل ده. وهبدأ ان انا اعمل كول للفانكشن دي هنا، واقول لك ليه كمان شوية. والفانكشن دي هبدأ ان انا اعمل اكسبورت ليها هنا بالشكل ده. طبعا انا محتاج فين عشان خاطر احفظ حاجة في اللوكال ستورج؟ محتاج حاجتين. محتاج الداتا اللي انا هعتمد عليها في ان انا اجيب فيها، افايند منها الاوبجكت. تمام، افايند منها الاوبجكت اللي انا هبدا ان انا اخزنه فين، في اللوكال ستورج. ومحتاج الايه، الداتا اي دي اللي هو اللي انا ببدا ان انا احطه جوه الايه، الباتون نفسه. تمام. طيب، فهبدا ان انا اعمل الكلام ده. الاول هبدا ان انا اجيب الداتا اي دي، البرودكت اي دي اللي هو موجود جوه البرودكت نفسه. انا اقول له برودكت اي دي بتساوي، ادي برودكت اي دي، ادي هقول له الريموف باتون دوت جيت اتريبيوت داتا اي دي بالشكل ده. وابدا ان انا اعمل كول للفانكشن اللي اسمها favorite، خلينا اخد اسمها favorite products بالشكل ده. وابدا ان انا ابصلها الويش ليست اللي هي المتغير اللي هيكون فيه كل الداتا، والبرودكت اي دي. تمام، جميل قوي. نفس الكلام ده هاخده كده اخليه هنا كبروبرتي، وهبدا ان انا استخدمه هنا كارجيومنت للفانكشن. طب جميل. بعد كده هعمل متغير array عاديه جدا، products array فاضيه بالشكل ده. وعايز find product. هتفايند البرودكت اللي هو ايه، اللي هو هبدا ان انا ادوس عليه، او الخاص ب الباتون نفسه. هقول له find، ادي ايه اللي ايه. طبعا مش محتاج اشرح الكلام ده تاني، لان كده كده اصلا احنا عاملينه فين، في الشوبنج كارت. ادي البرودكت اي دي.
هات لي العنصر اللي الاي دي بتاعه بيساوي البرودكت اي دي. طيب حضرتك لو لقيت الاوبجكت ده، محتاج ان انت تعمل بوش جوه الاري دي، products دوت بوش. هتبوش في الاري دي الايه الاوبجكت ده، وبعد كده تحفظ الاري دي فين؟ في اللوكال ستورج. اقول له مثلا favorite products بالشكل ده. طبعا اي حاجه بتتخزن في اللوكال ستورج بتكون string. هنا اقول له ادي البرودكتس بالشكل ده، ادي الفيفوريت الحاليه. طيب جميل. بعد كده عشان خاطر ما يعملش موديفاي على الاوبجكت اللي هيتخزن قبليه، فانا المفروض ان انا هنا اقول له هات لي الحاجه اللي متخزنه فين في اللوكال ستورج. يعني اعتبر لي المتغير ده هتعمل بوش امتى؟ بوش في حاله ان هو لو اري فاضيه، او في حاله ان هو اصلا موجود فيه داتا موجوده في اللوكال ستورج، هتبدا ان انت تبوش عليها، على الداتا اللي موجوده فين في اللوكال ستورج. لو في يعني لوكال ستورج دوت جيت ايتم، واسم ايه الكي اللي هو اسمه فيفوريت برودكت. طب جميل قوي، نعمل سيف ونشوف. تعالى نعمل كده ونجيب اسف، اسف جدا. نجيب الانسبكت، ونجيب هنا الابليكيشنز، ونفتح الابليكيشن كده، وتعالى كده نجرب ونشوف. نعمل ريفرش ونشوف. هاجي ادوس هنا مثلا، ايه اللي حصل؟ بنل. ليه يا باشا بنل؟ عشان خاطر حضرتك هنا اي حاجه انت بتجيبها من الاليمنت، هنا الداتا اي دي اصبح string. طبعا انا المفروض ان انا احوله لنمبر. الاي دي اللي موجود في الاوبجكت في الاساس هو نمبر، فانت حضرتك لما تبعت له string وهنا يبدا ان هو يتشيك، هيتشيك على ايه؟ string ونمبر، هيديله طبعا null. تمام كده؟ طيب جميل. فانت بتحط اليونري اوبريتور عشان خاطر يحول لك الحاجه السترنج لايه؟ لنمبر. هعمل كده، ايه اللي حصل؟ فعلا جاب لي الاوبجكت الحالي اللي هو الاي دي بتاعه 3، والتايتل اسمه ايه؟ التايتل كلافر سالاد. طب تعالى مثلا الفيش سالاد، عمل ايه؟ ما عملش موديفاي، لا ضاف لي عليه. خلاص كده؟ طب جميل قوي. بعد ما خزنت المنتجات المفضله بتاعتي في اللوكال ستورج، محتاج بقى ان انا اهندلها عندي في صفحه الفيفوريت ليست، او في الديفايه بتاعت الفيفوريت ليست. اهندلها ازاي؟ بكل بساطه هيكون عندي فانكشن دي اسمها handle favorite list، او handle favorite products بالشكل ده. وطبعا المفروض يكون في element هبدأ ان انا اصب فيه، او احط فيه المنتجات اللي هي موجودة في اللوكال ستورج. فين الاليمنت ده؟ لو جيت لصفحة index.html ونزلت هنا كده، هلاقي ان انا عندي element ul مديله كلاس اسمه favorite list. فهبدأ ان انا اسلكت الاليمنت ده favorite list، او خليها مثلا app تساوي ادي document دوت query selector، وادي دوت الفيفوريت ليست. انا كده اخترت ايه؟ الاليمنت. طيب محتاج ان انا اجيب الداتا اللي موجوده في اللي متخزنه في اللوكال ستورج، او الداتا كلها اللي متخزنه في اللوكال ستورج. فانا هنا عندي متغير اسمه برودكتس بالشكل ده، موجود فيه الداتا اللي متخزنه فين؟ في اللوكال ستورج. طيب هقول له هنا الاب دوت inner html بتساوي ادي البرودكتس بتاعتي دوت جيسون، لا جيسون ايه، دوت ماب بالشكل ده. وطبعا هعد structuring من الاوبجكت ده الاي دي والتايتل والايمج والبرايس والكاتيجوري بالشكل ده، تساوي ايتم. جميل. هتريتيرن ايه؟
هريتيرن HTML. هو ده ال HTML اللي هيتعرض في الفيفوريت ليست. طيب هعمل سيف وهبدأ ان انا اكول الفانكشن دي امتى. هتكولها امتى؟ هتكولها في حالة ان انا لما اجي ادوس على ال remove button، في حالة ان انا بدوس على الباتون الاضافة بالشكل ده، هكول الفانكشن دي فيها. وكمان في حالة ان انا بعمل ايه في العادي، ان انا باجي اظهر الداتا عادي او بفتح صفحة الاندكس، المفروض ان انا قبل ما ادوس على اي حاجة افتح صفحة الفيفوريت. لو انا مثلا ضايف برودكت فيفوريت قبل كده، فمحتاج ان انا اظهرها. تظهرها ازاي؟ في ان انت هتكول الفانكشن دي لما الداتا كلها تظهر عادي جدا من غير ما تعمل ايفنت على حاجة، لا هتظهر معاك عادي. خلاص طيب تعال نعمل سيف كده ونشوف. نفتح كده هنلاقي فعلا الداتا موجودة عندي. طيب جيت دوست مثلا اهو، ايه اللي حصل؟ ضاف لي البرودكت ده في اللوكال ستورج، وكمان هنا في الفيفوريت ليست بالشكل ده. بعد كده محتاجين ان احنا نعرض الكاونت بتاع الفيفوريت ليست، عدد العناصر اللي موجوده جوه الفيفوريت ليست، ومحتاج ان انا اظهر الكاونت هنا كده. طب اعمل الكلام ده ازاي؟ بكل بساطه هعمل فانكشن دي اسمها count او change count favorite. طبعا ال change count favorite فيه اصلا متغير ان انا المفروض ان انا اظهره هنا، فخلينا نجيبه كده اسمه ال count here بالشكل ده. فهقول له ال count here بتساوي ادي document dot query selector، وهبدأ ان انا اقول له ايه، هات لي الكلاس اللي هو اسمه count here بالشكل ده. المفروض بقى ان انا اجيب الداتا اللي متخزنه فين في اللوكال ستورج. طب اجيبها ازاي؟ بنفس المتغير ده، مش هغير حاجه بالشكل ده، واقول له ادي اللي تشينج هيرت او الكاونت هيرت دوت انر html بتساوي ادي البرودكتس. لو في برودكتس ايه اللي يحصل؟ تبدا ان انت تعرض اللينس بتاع ايه، اللينس بتاع البرودكت. طب لو لا، هتبدا ان انت تخليهولي بزيرو لو مفيش لينس اصلا. خلاص طيب خليني اعرض اللي تشينج كاونت دي. هتعرضها امتى؟ برضو نفس الكلام. هتعرضها امتى؟ هعرضها لما هنا خليها تشينج كاونت سي سمول. هتعرضها امتى؟ في حالة ان انا باجي ادوس برضو على الباتون بتاعة الريموف بالشكل ده، وبرضو نفس الكلام في الحالة العادية بالشكل ده. نعمل سيف ونشوف ايه اللي حصل. فعلا جاب لي الكاونت فيفوريت او بتلاتة، عدد العناصر الموجودة جوه هم تلاتة فعلا. طب لو حبيت ان انا اضيف عنصر تاني، اصبح فعلا بيغيرهولي، وبدأ ان هو عرض لي ان هم 4 عناصر فعلا اللي موجودين جوه الفيفوريت ليست. جميل قوي. ازاي احفظ كلاس الاكتف جوه اللوكال ستورج؟ يعني ايه احفظ كلاس الاكتف جوه اللوكال ستورج؟ وليه اصلا بقول الكلام ده؟ بقول لك الكلام ده عشان خاطر انت عندك هنا اكتر من برودكت موجود في الفيفوريت برودكتس في الفيفوريت ليست، وكمان محفوظ جوه اللوكال ستورج. لو جيت خرجت بره هتلاقي ان كلاس الاكتف موجود اهو. طب عملت ريفرش، ايه اللي حصل؟ الكلاس الاكتف اللي اصلا كان ظاهر اللي هي الاد فيفوريت اللي كانت ظاهره اختفت. طب اختفت ليه؟ اختفت عشان خاطر ده عباره عن ايفنت بيتنفذ وبعد كده بيروح. طب انا محتاج ان انا احفظ الايفنت ده.
البرودكت ده ما هو اتخزن عندي في اللوكال ستورج. طب انا اعرف ازاي ان البرودكت ده موجود في الفيفوريت ولا لا؟ هعرف ازاي؟ من العلامه دي، اللي هي ان انا المفروض ان انا احفظ الكلاس الاكتف ده جوه اللوكال ستورج. طب هحفظ الكلام ده ازاي؟ تعالى يا باشا نعمل الكلام ده سوا. بكل بساطه انت محتاج ان انت تعمل array فاضيه، products array فاضيه بالشكل ده. وبعد كده جوه الاري الفاضيه دي هتبدا ان انت تبوش جواها الاي دي بتاع كل ايه، بتاع كل برودكت. الاي دي ده اصلا انا جايبه منين؟ من الباتون نفسه. فكده هيحفظ الاي دي اللي هو موجود جوه الباتون، يعني اكني حفظت الباتون جوه اللوكال ستورج. طب بعد كده يا باشا هتخزن الكلام ده جوه اللوكال ستورج. تقول له set item favorites، وادي جيسون دوت string جيسون دوت stringify واسمه products بالشكل ده. طب جميل، حلو قوي. بعد كده محتاج ان هو عشان خاطر يتجاهل حتة الموديفاي، محتاج ان انا اقول له هتخلي المتغير ده يا اما array فاضية يا اما الداتا اللي متخزنة جوه اللوكال ستورج. هتبدأ ان انت تبوش على الداتا يا اما اللي متخزنة على اللوكال ستورج او هتبوش على array فاضية. ماشي، واسم الكي اللي هو favorites بالشكل ده، بالشكل ده. طيب كده خلصت؟ لا ما خلصتش. المفروض ان هو هيحفظ الكلام ده تمام في اللوكال ستورج، وهيحفظ الاري وهيكون جواها الاي دي بتاع ايه، بتاع الباتون. طب انا محتاج بقى ان انا اعرضها، اهندل بقى فكرة الهاندلنج. اهندل ده الكلام ده ازاي؟ بكل بساطة هيكون عندي المتغير بتاع الفيفوريت ده بره كده بالشكل ده، وهبدأ ان انا اقول له if لو البرودكتس دوت includes. يعني ايه includes لو لا هتتشيك لو الحاجه اللي انا جوه الانكلودز دي موجوده جوه الاري ولا لا. لو هي موجوده هتنفذ الحاجه اللي موجوده جوه الاف كونديشن، لو مش موجوده ما تنفذليش حاجه. هي مجرد بس اداه بتتشيك، خلاص، بتشوف هل الحاجه دي موجوده ولا لا. يعني الفاليو بتاعتها يا اما ترو يا اما فولس، بوليان فاليو يعني. فهنا المفروض ان انا اتشيك واشوف هل الاري دي بتحتوي على الاوبجكت، بتحتوي على اي دي اسمه برودكت اي دي، او اي دي مثلا 3 او 2. تعالى كده نشوف. لو هتبدا ان انت تعمل ايه؟ هتعمل نفس الكلام ده. اسف، هتعمل نفس الكلام ده. لو موجود هتعمل ايه؟ هتبدا ان انت تشيل لي الباتون اللي اسمه ريموف فيفوريت، وهتظهر لي الاد فيفوريت. تعالى نعمل سيف ونشوف. نعمل كلير لللوكال ستورج ونعمل ريفرش. تعالى كده ندوس فيج سلط ونعمل ريفرش. ايه اللي حصل؟ فعلا فيج سلط لسه ثابته زي ما هي، وكل البرودكتس اللي اصلا لسه ما ضفتهاش في الفيفوريت برودكتس مش موجود عليها حاجه. الحاجه الوحيده اللي موجوده عليها الكلاس الاكتف هي الفيج سلط. ولما باجي اعمل ريفرش ايه اللي بيحصل؟ برضو لسه محفوظه. ليه؟ لان انا حافظ الفيفوريت الكلاس الاكتف ده فين؟ في اللوكال ستورج. انا كده مدي صلاحيه للمستخدم في ان هو يعمل اضافه للمنتجات المفضله. طيب ما تيجي نشغل بقى دماغنا شويه ونعمل كمان حته ان هو يقدر ان هو يحذف الحاجات المفضله من بره من هنا. يعني لما ادوس كده يضيف، طب لما ادوس تاني يحذف المنتج ده من اللوكال ستورج. طب نعمل الكلام ده ازاي؟ تعالى يا باشا نجرب. بكل بساطه هنيجي تحت في حته الاد باتون. انا لما اجي ادوس عليها المفروض ان الحاجه بتتحذف، يعني بيظهر لي الريموف فيفوريت وبيشيل الاد فيفوريت. طيب جميل، عايز اعمل بقى نفس الكلام ده. هعمل نفس الكلام ده ازاي؟ بكل بساطه ان انا هنا هقول له هتجيب لي ال ادي لت، هتجيب لي المتغير اللي هو فيه الداتا بتاعت ايه، اللي بتتخزن فعلا في اللوكال ستورج اهي. هي دي اللي
اتخزن فيها ايه؟ اتخزن فيها الاوبجكتس بتاعتي. هبدا ان انا اخد المتغير ده كنترول في هنا كده. طب بعد كده هبدا ان انا بقى عايز احذف البرودكت الحالي من اللوكال ستورج. البرودكت عايز احذف البرودكت نفسه، هحذفه ازاي؟ عن طريق حاجه اسمها فلتر. هي دي الفلتر. طيب جميل، الفلتر بتقبل منك ايه؟ بتقبل منك كول باك فانكشن، وبتستني منك الكونديشن. طيب ايه الكونديشن؟ الكونديشن والله هنا مثلا هقول له هات لي كل العناصر اللي الاي دي بتاعها مش بيساوي ايه؟ مش بيساوي الاي دي الحالي. فين الاي دي الحالي؟ اللي هو ده، البرودكت اي دي. والبرودكت اي دي برضه انا عامل داتا اي دي جوه الاليمنت ده. خلاص. طب جميل، بعد كده هعمل ايه؟ هبدأ ان انا بقى هعمل لوكال ستورج. هابديت اللوكال ستورج. هنا هعمل set item باسم الكي اللي هو اسمه favorite products، وهخزن داتا اللي هي جيسون دوت سترينج فاي، وهتبقى اسمها products. طبعا عشان خاطر هعدل على حاجه، فانا المفروض ان انا اقول له ادي البرودكتس بتساوي وادي التعديل. كده انا عملت ابديت على المتغير ده. خلاص كده. طب جميل، تعال نشوف الكلام ده مظبوط ولا لا. انا دلوقتي هضيف المنتج ده للمفضله. حصل ايه؟ اتضاف في المفضله. طب هشيله، ايه اللي حصل؟ اتحذف فعلا المفضله. اضيفه تاني، فعلا اتضاف تاني. طب عايزين بقى نعمل نفس الكلام فين؟ في الفيفوريتس. هنعمل نفس الكلام هنا ازاي؟ بكل بساطه بنفس الطريقه. هناخد نفس الكلام ده، هيكون هنا برضو بالشكل ده، بس هنا هبدأ ان انا اختار المتغير اللي هو ايه؟ اللي هو favorites بالشكل ده، وهيكون بنفس الكلام. هنا هتقول له هات لي الاليمنت اللي ايه؟ اللي مش بيساوي البرودكت اي دي اللي هو موجود فين؟ داتا، خليها داتا، اسمها داتا favorites بالشكل ده. ادي داتا favorites بالشكل ده. هنعمل سيف ونشوف. تعالى كلير، نضيف ونحذف. ايه اللي حصل؟ فعلا بدأ ان هو يحذف لي الحاجه من الفيفوريتس وكمان من الفيفوريتس برودكتس. ضيف واحذف تاني. طب الكلام ده ليه ما بيأثرش هنا في الهاندل، في الفانكشن اللي اسمها هاندل برودكتس، وكمان في الكاونت؟ هنكول بس التو فانكشنز اللي هم دول. هنكولهم امتى؟ في حاله ان انا بعمل ريموفنج هنا بس كده. فنعمل تاني ادي اد. اللي حصل فعلا عرض لي البرودكت في الفيفوريت ليست، وكمان هنا عرض لي الكاونت. نضيف تاني. ايه اللي حصل؟ نفس الكلام هنا. تعالى نحذف الفيش سالاد ونشوف. فعلا خلالي الكلافر سالاد بس هو اللي معروض بس كده. عايزين ننفذ فكرة الريموف برودكت من خلال الفيفوريت ليست. انا هنا في البرودكت في عندي ديليت باتون. لما اجي ادوس عليه المفروض ايه اللي يحصل؟ ان هو يحذف لي البرودكت ده من الفيفوريت ليست وكمان من اللوكال ستورج. تعالى نعمل الكلام ده. فاكر الكلام اللي احنا عملناه هنا في حالة لما اجي ادوس على الباتون الاد اد فيفوريت ويجي يظهر لي الريموف عشان خاطر يبدا ان هو يحذف لي البرودكت من اللوكال ستورج؟ فاكر الكلام ده؟ الكلام ده انا هاخده كات. ليه؟ هنعمله في فانكشن. الفانكشن دي هبدا ان انا احطها هنا. تمام. اسمها ايه؟ اسمها remove favorite products. لان اصلا فكره الريموف فيفوريت برودكت هتكون مشتركه. وهنا هبصيله ايه؟ هبصيله البرودكت اي دي. طيب البرودكت اي دي ده حضرتك انت هتجيبه منين؟ ما انا كده كده اصلا انا بعمل فكره الريموف برودكت منين؟ من برضو الريموف باتون. فانا محتاج ان انا اعمل ايفنت على الريموف باتون. فهبدا
هبدأ ان انا اقول له ادي الديليت باتون بتساوي ادي الدوكيمنت دوت كويري سيلكتور اول، هات لي الاليمنت كل الاليمنتس عليها كلاس اسمه ديليت باتون، ودي عبارة عن array، فانا هقول له هنا for each بالشكل ده، وهنا هقول له delete button، ادي ال delete button دوت add event listener. في حالة الكليك هتبدأ ان انت تعمل function. طيب فين بقى الداتا اي دي؟ الداتا اي دي انا هنا مباصي للإليمنت ده مديله اي دي، داتا اي دي. طيب عايز اجيب الداتا اي دي برودكت اي دي بتساوي delete button دوت get attribute، وهات لي الداتا دي قيمة الداتا اي دي الاتريبيوت اللي هي اسمها ايه داتا اي دي. طبعا المفروض ان انا احولها لنمبر، فهستخدم حاجة اسمها اليوناري اوبريتور، وهبدأ ان انا اخد الفانكشن بتاعة remove favorite products، هبدأ ان انا ابصلها البرودكت اي دي بالشكل ده، وهكول الفانكشن دي هعمل لها اكسبورت عندي تحت. ليه؟ لان انا مستخدمها في فكرة الايه، لما اجي ادوس على الاد فيفوريت عشان خاطر احذف من هنا برضو، فانا محتاج الفانكشن دي برضو اكلها هنا كده بالشكل ده، وابصلها برضو البرودكت اي دي بالشكل ده. كده اصبح الدنيا معايا تمام، هو نفس الكونسبت مش هيتغير. لو جيت دخلت على الفيفوريت ليست ودوست على الباتون الديليت باتون، دوست عليه، ايه اللي حصل؟ اللي حصل ان هو حذف لي البرودكت من الفيفوريت برودكتس، وكمان من اللوكال ستورج، وكمان حذف لي الكلاس الاكتيف اللي انا كنت مخزنه في اللوكال ستورج وحافظه في اللوكال ستورج. بس لو كنت طلعت بره هتلاقي ان الاد فيفوريت لسه موجود، لسه متضاف، ما اتحذفش. المفروض ان هو يحذفه ويحط لي ايه الريموف فيفوريت. طب هنعمل الكلام ده ازاي؟ المفروض الكلام ده يتعمل دايناميك. طيب هو ليه اصلا ما بيتعملش دايناميك؟ لان انا قلت لك بكل بساطه ان الحاجه اللي بتتخزن في اللوكال ستورج ما بتعملش اكشن على الهوم بيج. طب هتعمل اكشن على الهوم بيج او هتاثر على الهوم بيج ازاي، او هتاثر على الموقع امتى؟ لما الموقع يتعمل له ريفرش. اول ما يتعمل له ريفرش ايه اللي حصل؟ شاف لي حذف لي الاد فيفوريت. طيب عايزين نعمل الكلام ده اوتوماتيك، يعني اول ما ادوس على الكلوز باتون يبدا ان هو يحذف لي الاد فيفوريت اوتوماتيك. طب هيعمل الكلام ده ازاي؟ بكل بساطه هطلع فوق في عند الكونسبت اللي هو الخاص بان انا لما اجي ادوس على اللي هو الديليت باتون، ايه اللي يحصل؟ المفروض ان انا هاخد التو element دول اللي هما الريموف فيفوريت والاد فيفوريت، هاخد الاتنين دول وهبدا ان انا هقول له في حاله هعمل فور ايتش على الاد فيفوريت دوت فور ايتش بالشكل ده، ادي الاد فيفوريت اد باتون بالشكل ده، وهبدا ان انا انفذ بقى الكونسبت بتاعي اللي هو ايه، اللي هو ان انا في الحاله دي هبدا ان انا اظهر الريموف فيفوريت وهخفي الاد فيفوريت بالشكل ده. ادي الريموف باتونز دي طبعا هتكون عباره عن array، فهبدا ان انا اباصي هنا الاندكس، فطبعا array of ايه of الاندكس بالشكل ده، array of الاندكس بالشكل ده. وهنا عندي ال add button، فالمفروض الاتنين دول يكونوا جوه كويس بالشكل ده. نعمل سيف، تعالى كده نشوف الكلام ده هل هيتطبق فعلا ولا لا. هدوس على الاد فيفوريت، ايه اللي حصل؟ ان هو ضاف لي عادي جدا. طيب تعالى نشوف، ندوس على الديليت باتون، اول ما ندوس عليها ايه اللي حصل؟ فعلا شال لي الاد فيفوريت وظهر لي الريموف فيفوريت. انا دلوقتي عندي مجموعه من البرودكتس في الفيفوريت ليست بالشكل ده، عايز اعمل كلير للبرودكتس كلها، عايز احذف كل البرودكتس اللي موجوده في الفيفوريت برودكتس. هتقول لي بقى ادوس على كل واحده؟ لا، طب ما هو في حل
ان انا اضيف له هنا باتون اسمه كلير برودكتس. لما يدوس عليه يبدا ان هو يحذف لي كل الداتا اللي موجوده في اللوكال ستورج، وكمان اللي موجوده في الفيفوريت ليست. تمام كده. طيب تعالى نعمل الكلام ده. بكل بساطه هيكون عندنا فانكشن فانكشن دي اسمها clear favorite products. الفانكشن دي هتبدأ ان هي تتنفذ امتى؟ في حالة ان انا ادوس على الزرار اللي هو اسمه clear. طيب هجيبه ازاي؟ هنا اسميه مثلا clear button بتساوي ادي document دوت query selector، واسم الباتون انا مديله كلاس اسمه button clear بالشكل ده. طيب بعد كده هعمل event كليك على الباتون ده دوت add event listener، ادي الكليك بالشكل ده. طيب انا محتاج لما اجي ادوس على الكلير يعمل ايه؟ يحذف لي الكي اللي هو اللي موجود في اللوكال ستورج، اللي هو ده اللي موجود اللي متخزن فيه الداتا كلها، لان انا عايز احذف الداتا كلها اللي موجوده في او البرودكتس كلها اللي موجوده في البرودكت ليست، وكمان الفيفوريت ليست اللي هي الكلاس الاكتف اللي متخزن. تمام. طيب هعمل الكلام ده ازاي؟ او انا لو عايز مثلا احذف ايتم معين في اللوكال ستورج هحذفه ازاي؟ في عندك ميثود خاصه باللوكال ستورج اسمها ريموف ايتم، وريموف ايتم بتقبل منك اسم الكي اللي انت عايز تحذفه اصلا، او اسم الايتم اللي انت عايز تحذفه اللي هو ايه؟ اللي هو الفيفوريت برودكتس. وبرضه نفس الكلام هيكون ماشي مع الفيفوريتس، ادي ريموف ايتمز وهات لي كمان احذف لي الفيفوريتس. طيب جميل. بعد كده محتاج بقى ان انا هكول الفانكشن اللي اسمها هاندل برودكتس، لان انا عايز لما اجي ادوس على الكلير يبدا ان هو يحذف لي من هنا وكمان من اللوكال ستورج، وكمان محتاج اللي تشينج كاونت يكون بصفر، فان هو برضو يحسب لي برضو اللينس. خلاص كده. طيب حلو قوي. طيب الكلام الكلير دي هنفذها فين؟ هنفذها هنا كده، وهبدا ان انا اكلها فين؟ هكلها في المين دوت جي اس، او ممكن اكلها هنا في الفيتش ديشز. بس لو انت عايز تاكلها في المين عادي براحتك، ممكن ان انت تاكلها هنا كده بالشكل ده انت وبراحتك. عايز تاكلها في المين دوت جي اس، عايز تاكلها في الفيتش ديشز براحتك. تمام. تعالى كده نشوف، جرب ونشوف. هدوس على الكلير برودكتس، ايه اللي حصل؟ حذف لي فعلا الداتا من الفيفوريت برودكتس وكمان من اللوكال ستورج، وكمان صفر لي الفيفوريت كاونت. طيب بس هلاقي اني لسه الاد برودكتس لسه متضافه. طب انا عايز اخفيها، هعمل ايه؟ بكل بساطه هاخد نفس الكلام اللي انا عملته هنا كده بالشكل ده، هيبقى هنا برضو في الشكل ده بالشكل ده بالشكل ده. هعمل سيف. تعالى كده نجرب نضيف ادي 3 برودكت، احذف ال3 دول. تعالى كده نشوف ايه اللي حصل. فعلا مفيش اد، مفيش على كل برودكت مفيش اد فيفوريت، لا كله ريموف فيفوريت. خلاص كده انا كده خلصت معاك فكره الفيفوريت برودكت. بس كان في حاجه كده في الاول انت قلتها لي ان انت هتستخدم تو ميثود عشان خاطر تقدر ان انت تنفذ بيها فكره الفيفوريت برودكت، اللي هي ميثود الصم والافري. انا مش هستخدم الافري لان انا شرحت لك الافري عشان خاطر دي عكس الصم، قلت اشرح لك الاتنين. الصم ه- كنت هعملها بس في حالة واحدة، في حالة ان انا مش سامح للمستخدم ان هو يعمل ريموف فيفوريت من هنا. انا هنا لما المستخدم بيبدأ ان هو يدوس اصبح ليه صلاحية ان هو يعمل اد فيفوريت. طب داس تاني عمل ريموف فيفوريت. لو هنا مفيش ريموف فيفوريت وهنا في اد فيفوريت بس، ولو داس عليها تاني على الاد فيفوريت تاني، ايه اللي هيحصل؟ اللي هيحصل ان هو هيكرر لي البرودكت تاني
فين في اللوكال ستورج وهيخزنها تاني في اللوكال ستورج. فبالتالي لما اروح على الفيفوريت ليست هلاقي ان البرودكت ده متكرر معايا اكتر من مره. فالمفروض الكلام ده ما يحصلش. فاكر الشوبنج كارت؟ مش احنا عملنا كارت مانجمنت، صح؟ في ان احنا منعنا تكرار البيانات تاني في اللوكال ستورج لو هي متخزنه، وعملنا تشيك على الحوار ده. طب ما تيجي نستخدم الصم كده، ولو انا مثلا مش ضايف الريموف فيفوريت، لو انا مش ضايفها، لو هي مثلا اد فيفوريت بس، يمنع الكلام ده ازاي؟ باستخدام الميثود بتاعت الصم. بص يا سيدي، هتيجي تخش على الفانكشن اللي هي بتاعت اللوكال ستورج، وهتعمل هنا اف كونديشن. ادي الاف كونديشن. هتتاكد من ايه؟ هتتاكد من الداتا دي اهي، الداتا اللي انت بتبدا ان انت تضيف فيها ايه، تضيف فيها البرودكت بتاعك. هتقول له لو بعض لو بعض من الاوبجكت ده اللي موجود في الاري، لو بعض من الاوبجكتس موجود فيها الاي دي بيساوي البرودكت اي دي، لو بعض منها بيساوي هو نفس الاي دي، هتعمل ايه؟ هتريتيرن ومش هتكمل. يعني ايه الكلام ده؟ يعني ايه ريتيرن فاضيه؟ ريتيرن فاضيه يعني ان هو كده هيوقف الكود اللي تحت الاف كونديشن ده. اكني كتبت الالس بالظبط. في حاله الالس هتنفذ الكود ده، بس انا ما كتبتش الالس ليه؟ لان ده حاجه كده موجوده في الاكما سكريبت 6، ان انت مثلا لو انت مش عايز ترجع الالس فبترجع ريتيرن كده ايه، فاضيه. فهنا بكل بساطه استخدمت الصم ليه؟ لان الصم، الشرط بتاع الصم بيقول ان لو لقى اوبجكت واحد على الاقل او عنصر واحد على الاقل بيرجع لي ترو ومحقق الشرط، ايه اللي يحصل؟ هيوقف الشرط ومش هيكمل وهيرجع لي ايه؟ هيرجع لي ترو. فهو ده اللي هيحصل. هيبدا العنصر في الاول في البدايه هيتخزن في اللوكال ستورج. طيب بعد كده حضرتك لما تيجي تدوس على الاد فيفوريت تاني، هيبدا ان هو بقى يخش على الشرط ده. ده هيلاقي، لا ده هيلاقي ان الاوبجكت ده موجود فعلا في الاري دي، فمش هيكمل، فمش هيعمل بوش تاني للاوبجكت ده جوه ايه، جوه الاري، فبالتالي فمش هيتخزن تاني جوه اللوكال ستورج. بس كده. هو ده فايده الصم في حاله لو انا مش ضايف فكره الريموف فيفوريت. خلاص كده. بس كده. والسلام عليكم.